الجيش الجزائري يجري تمرينا عسكريا قرب الحدود مع المغرب. يجري الجيش الجزائري مناورات عسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود مع المغرب. قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء. رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة أشرف على تمرين تكتيكي بالرماية الحقيقية في منشأة عسكرية بالناحية العسكرية الثالثة ومقرها الرئيسي تندوف. وأكدت أن زيارة قائد الجيش إلى المنطقة تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرنامج القتالي 2023-2024. وكان شنقريحة جمع الجوادر العسكريين بالمنطقة ذاتها وألقى عليهم خطابا جاء فيه أن الجاهزية التي نحرص على تحقيقها وتجسيدها ميدانيا على مستوى هذه الناحية المهمة بمختلف تشكيلاتها العملياتية ووحداتها القتالية يتطلب اكتسابها احتراما مقتضيات التحضير القتالي الناجح والفعال في أوسع صوره وأشكاله ومختلف تفرعاته وتخصصاته.